أهلا بيكم أحباء المتابعين في كل مكان في قناتكم الخلاصة نيوز. ترتيب الدوري الأسباني وترتيب الهدافين ونتائج مباريات اليوم بعد انتهاء مباريات اليوم من الجولة 19 الأحد 29 يناير 2023. في البداية قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه جديد وأول مرة تشوف القناة اشترك في القناة واضغط لايك على الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك كل مواعيد ونتائج المباريات أول بأول. انتهت مباريات اليوم من الجولة 19 من بطولة الدوري الأسباني الأحد 29/1/2023. النهارده قيمة 4 مباريات. المباراة الأولى بلد الوليد فازت على فالنسيا بهدف مقابل لا شيء. أحرز الهدف سابل لارين في الدقيقة 90 من المباراة. المباراة الثانية أتلتيكو مدريد فازت على أوساسونا بهدف مقابل لا شيء. أحرز الهدف ساول آه، تيغويز في الدقيقة 74 من المباراة. المباراة الثالثة سيلتا فيجو فازت على أتلتيك بلباو بهدف مقابل لا شيء. أحرز الهدف إياغو إسباس في الدقيقة 71 من المباراة. المباراة الرابعة والأخيرة ريال مدريد تعادلت سلبيا أمام ريال سوسيداد. وغدا الاثنين 30/1/2023 تختتم باقي مباريات الجولة 19 بآخر مباراة فيا ريال أمام رايو فياكانو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، و11 مساء بتوقيت السعودية والعراق ومكة المكرمة. وبدأت الجولة 19 من بطولة الدوري الأسباني يوم الجمعة 27/1/2023. الميريا فازت على إسبانيول ب3 أهداف مقابل هدف. واستكملت أمس السبت 28/1/2023. أقيمت 4 مباريات. قادش فازت على مايوركا بهدفين مقابل لا شيء. برشلونة فازت على جيرونا بهدف مقابل لا شيء. إشبيلية فازت على ريتشي ب3 أهداف مقابل لا شيء. ريال بيتيس فازت على ختافي بهدف مقابل لا شيء. ترتيب الفرق بعد انتهاء مباريات اليوم: برشلونة في المركز الأول ب47 نقطة، ريال مدريد في المركز الثاني ب42 نقطة، ريال سوسداد مركز ثالث 39 نقطة، أتلتيكو مدريد مركز رابع 34 نقطة، فيا ريال مركز خامس 31 نقطة، ريال بيتيس مركز سادس 31 نقطة، سوسونا مركز سابع 28 نقطة، أتلتيك بلباو مركز ثامن 26 نقطة، رايو فايكانو مركز تاسع 26 نقطة، ريال مايوركا مركز عاشر 25 نقطة، الميريا مركز 11 22 نقطة، جيرونا مركز 12 21 نقطة، إشبيلية مركز 13 21 نقطة، فالنسيا مركز 14 20 نقطة، إسبانيول مركز 15 20 نقطة، سيلتا فيجو مركز 16 20 نقطة، بلد الوليد مركز 17 20 نقطة، قادش مركز 18 19 نقطة، ختافي مركز 19 17 نقطة، إليتشي مركز 20 وأخير ب6 نقاط. ترتيب الهدافين: روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة 13 هدف، خوسيلو لاعب اسبانيول 11 هدف، بورخا لاعب ريال بيتيس 9 اهداف، ياغوس باس لاعب سيلتا فيجو 9 اهداف، كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 9 اهداف، الكسندر سولوس لاعب ريال سوسيداد 8 اهداف، فيدات موريكي لاعب مايوركاس 8 اهداف، الفارو موراتا لاعب اتلتيكو مدريد 7 اهداف. ترتيب صناع الاهداف: مايكل ميرينو لاعب ريال سوسيداد 7 اهداف، انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد 6 اهداف، عثمان ديمبلي لاعب برشلونة 5 اهداف، رودريجو لاعب ريال مدريد 5 اهداف، بريان هيريرو لاعب اسبانيول 5 اهداف، هوجو غيامو لاعب فالنسيا 4 اهداف، روبرت مادوكس لاعب برشلونة 4 اهداف، اليكس جاريسيا لاعب جيرونا 4 اهداف، لوكاس روبرتون لاعب الميريا 4 اهداف، اندريا البدا لاعب فالنسيا 3 اهداف. في النهاية اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط لايك على الفيديو عشان يوصلك كل مواعيد ونتائج المباريات اول باول. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.